ايه الاخبار؟ معاكم كرولوس ثاني في فيديو جديد. ازاي تنظف عوامة البنزين وترجعها تشتغل تاني؟ الموضوع بسيط والموضوع سهل، متقلقش من اي. اول حاجه محتاج تعملها ان انت هتفك الكليبستين اللي ورا، وبعدها هتميلها بالجنب ماشي، وهتجيب ورقه صنفره 1200 هتنضف بيها البورده نفسها، لان بيحصل عليها ترسبات رصاص وخلافه، وفي نفس الوقت المؤشر نفسه اللي بيتحرك عليها عليه الزير، فده بيخليه بيتاكل. هتلاقي البنين دول هو ده المؤشر اللي بيتحرك عليها، برضو هتنضفهم ماشي. والطريقه دي مضمونه في اغلب الحالات. لو انت لسه جايب واحده ما كملتش سنه ولقيتها فصلت، نفس الكلام ده. اهم حاجه اتاكد ان انت نضفت كويس وما تحركش عليها، يعني بمعنى تاني ما تنضفش بورقه الصنفره، وهتلاقي اشتغلت معاك. الطريقه دي انا مجربها في عربيات كتير من عربياتي وعربيات صحابي وبتشتغل. طريقه التركيب سهله، ركب الكليبسات تاني ورجعت اشتغلت، وهتلاقي المؤشر رجع اتظبط معاك تاني. وبرضو الطريقه دي تنفع معاك لو المؤشر بيلعب او بيطلع او في شرطتين فاصلين. الطريقه دي هتنفع معاك بنسبه 100%، وما تقلقش كله امان. وما تنساش وانت بتعمل اي شغل كهرباء في العربيه، شيل كابل السالب بتاع البطاريه. ولو استفدت لايك وسبسكرايب. مع السلامه.